السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو شباب، إن شاء الله كلكم بخير. اليوم جايكم فيديو جديد شباب. طبعا اليوم جيتكم يعني الخطط تقدر تسويها بالشخصية الجديدة واللي هي شخصية ليلى. طبعا كل ما عليك إن تروح لمكان الشخصيات للشخصيات. المهم الشخصية الجديدة اللي هي شخصية ليلى. لحظة، وين هي شخصية ليلى؟ ايه هاي؟ لا مو هاي، لحظة. شخصية ليلى وين هي؟ شخصية ليلى، شخصية ليلى، شخصية ليلى. شباب جبت لكم خدعة لهي الشخصية. نعم خدعة، وهي كيف؟ المهم تروح للشخصيات، وقتها تروح للشخصيات. يعني خدعة تستفاد بها بالكلاش سكواد. تروح الشخصيات تخلي، أنا عندي هاي شخصية كلاش سكواد، تخلي شخصية ليلى وهي شخصيات تستعمل. يعني أي شخصية أنت تشوف نفسك ما تحتاجها خلي ليلى بدالها. المهم كلنا نعرف إنه بالكلاش سكواد يعطوك 3 ثلجات، لكن شخصية ليلى يعني بتعطيك يعني ثلجة رابعة، يعني يصير 4 ثلجات. يعني تدخل القيم يعني ما تلقى 3 ثلجات، لا تلقى 4 ثلجات. نروح هنا ونخلي الحقيبة. نعم، ليش نخلي حقيبة؟ لأن من تخلي حقيبة وتدخل كلاش يعطونك 2 من جدران الجلو. يعني تمكنك من حمل 2 أخرى من جدران جلو، وتعطي 1 جدار جلو في كل جولة متساوية. يعني هسه بس بقى خلنا ندخل كلاس سكواد ونشوف. المهم حد ما نقل، ما شاء الله سكواد كله خنازير. مهدي مازن. المهم دخلنا الجيم. شوف يا عزيزي، جدران 5. هاي طبعا بأول جولة راح يعطونك 5 جدران، لكن بالجولة الثانية راح يصيرن 6. تمام. راح يطلعون طبعا طلعوني لان والله ما اعرف هذا الجلتش يا اخ والله شقان شيء. المهم ندخل جيم غيره. المهم يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي. المهم هنا راح تلقى 5 ثلجات. شو شباب، نلعب الجيم، نلعب هالجولة، وبالجولة الجولة الثانية راح يعطونا 6 ثلجات. المهم بس خلنا نلعب شوية اكلات، ولا لا هواي مو شوية. المهم أخذوها خطوة من هنا. عدو فينيش أسلوبك. كفو عليه. هذا مجرب، هذا 2 ضدي مجربين شخصية كاسي. شوفوا اعطوني 2 ثلجات بفضل من؟ بفضل الحقيبة وشخصية كاسي. اعطوني 2 ثلجات، وشوفوا صار ويانا ايش قد كم ثلجة؟ 6 ثلجات. بابا حرفيا 6 ثلجات. تخيل 6 ثلجات. تخيل يا عزيزي 6 ثلجات. تخيل انا حلعب ب6 ثلجات حرفيا. اروح 6 ثلجات ويلي ياب. حرفيا يعني انطتني بدال 5 ثلجات انطتني 6 ثلجات. تخيل يا اخي، شخصية قوية اقسم بالله. بس اضرب العدو وتزيد لك الثلج. العدو ما راضي.